اسمي ياسر المسلمي، قبطان بحري تجاري. وحاليا انا ماسك مدير الاكاديميه البحريه الامريكيه. وفي نفس الوقت انا رئيس الجمعيه المصريه الامريكيه لليخوت. اللي دخلني مجال البحري، الحقيقه انا كان نفسي ادرس دراسات تخليني اسافر العالم كله. كانت الكليات التقليديه بالنسبه لي كانت يعني مش يعني انا كنت شغوف بيها الحقيقه. انا كان نفسي في اي حاجه ممكن تسفرني بره، وكنت حابب البحر من صغير. انا بحب البحر. فكان اول حاجه بعد ثانويه عامه ان انا قدمت الحقيقه قدمت الاكاديميه البحريه التجاريه في اسكندريه. هو الحقيقه انا بعد ما خلصت الدراسه بتاعتي كان لازم طبعا انزل البحر اشتغل. فسافرت. اول رحله ليا كانت على ناقله بترول. دي قعدت عليها وقت يمكن سنة، ودي كانت أول سنة في حياتي. وكانت طبعا تجربة وخبرة بالنسبة يعني نقلات ما كانتش منتشرة بالنسبة للمصريين. وكانت دي البداية إن الكارير بتاعي هو يكون في الناقلات. والحقيقة أغلب حياتي كانت كلها ناقلات. ووقت قصير بس اشتغلته على كونتينر وعلى ركاب وعلى يعني المراكب التانية، أنواع المراكب التانية. واتدرجت طبعا في الوظائف لغايه الابطان، من ضابط ثالث لضابط تاني لكبير ضباط لابطان. دور القبطان بتاع المركب، هو حضرتك هو طبعا هو بيكون الاداري. هو المسؤول عن كل الناس اللي بيشتغلوا. طبعا احنا المركب بيبقى فيها كذا قسم. في القسم اللي هو بتاع الديك، اللي هو مجموعة الضباط اللي هم بيحركوا المركب، ودول بيبقوا 3 ضباط. بيبقى الضابط الثالث أصغر واحد فيهم، بعدين بيكون الضابط الثاني أقدم منه شوية. الضابط الأول أو كبير الضباط هو يعني هو ده أعلى واحد في الضباط. والقبطان بيبقى طبعا هو اقدم واحد فيهم، هو اكتر واحد عنده خبره. لان دور الضباط الثلاثه دول اللي هم الضابط الثالث والثاني والاول، ان هم بيحركوا المركب 24 ساعه. كل واحد بيمسك 4 ساعات الصبح و4 ساعات بالليل. فطبعا ال3 ضباط في ال3 ورديات بتاعتهم، معناها ان المركب بتمشي 24 ساعه. فدي تغطيه كامله للرحله. لان طبعا في رحلات بتطلع من مصر بتطلع لغايه ايطاليا، لغايه طبعا ايطاليا ده خط قصير. لكن لو اتكلمنا ان هو يروح على النرويج فده هيمشي اكتر من 14 يوم بحر. و14 يوم بحر دي بتحتاج طبعا يعني ورديات 24 ساعة المركب ماشية. القبطان هو المسؤول عن قسم البحري أو الدك اللي هو اللي فيه الضباط. وفي نفس الوقت بيبقى فيه القسم الهندسي. والقسم الهندسي ده بيبقى فيه برضو المهندس الرابع والمهندس الثالث والمهندس الثاني والشيف انجينير الكبير المهندسين. وغير كمان عندنا الطقم اللي هو الكرو اللي هو البحارة. وموجودين الميكانيكية بالتصنيف بتاعهم. فهو طبعا هو الإداري لكل الحاجات دي، وهو المسؤول عن أرواح الناس دي كلها. مسؤول عن سلامة المركب، مسؤول عن البضاعة إذا كانت مركب بضاعة، إذا كانت كونتينر، أو إذا كان ناقلات بترول. طبعا مسؤولية كبيرة برضو. لو هو على ركاب من الكبار، بيبقى مسؤول عن أرواح الناس والعربيات بتاعتهم
وكل حاجه موجوده. يعني مسؤوليته ضخمه جدا. القبطان هو يعني هو اللي في ايده كل القرارات، حتى في القرارات اخلاء لا قدر الله في المشاكل بتاعه الغرق. لو في مشاكل كمان داخليه بين الناس جوه، هو اللي من هو اللي آه، هو اللي ممكن يسجن الناس، او ان هو يعزلهم في الكبان بتاعتهم ما يتحركوش. يعني هو المسؤول. هو الحقيقه انا سبت البحر السفر الطويل لان الحقيقه انا من زمان فيه. سافرت طبعا شركات كتيره، لفيت كتير الحقيقه. فما كانش فيه استقرار، وخصوصا ان انا كانت كل حياتي هي نقلات بترول، ونقلات البترول مسافات طويله. احنا كنا مثلا بنشحن من فنزويلا بنروح على مثلا يعني احنا بنتحرك في لاتين امريكا عموما، فنزويلا، البرازيل، كوبا، وندخل تكساس، هيوستن، نبتدي ندخل على امريكا، وبنقطع كروسنج اطلنطي نطلع على انجلترا، المانيا، النرويج. فدي كانت عاده بتبقى شحنات دوله بتبيعها لدوله، فاحنا مش لاينر، ما احناش خط ثابت. يعني في انواع من المراكب هي بتشتغل خط ثابت، لكن الحقيقه كانت موضوع الناقلات ده كان الموضوع عشوائي، لان احنا ما بنبقاش عارفين احنا رايحين فين، الديستنيشن اللي احنا واصلينها. كانت بتعتمد على ان البروكرز اللي هم اللي موجودين في المنطقه، لو احنا بنعدي الاطلنطي مثلا، بتوع هولندا وبتوع المانيا ابتدوا بيزايدوا على الشحنه، لان احنا كنا بنشيل جيت طيارات، الوقود بتاع الطيارات، وكنا بنشيل حاجه اسمها انليدد بي جي وهاي ليدد بي جي، اللي هو البنزين ال 97 الاوكتين وال 95 الاوكتين. فطبعا دي كانت شحنات دوله بتتباع، فكانت رحلاتنا كلها طويله، ما كانش في استقرار. كانت اقل رحلات لينا 6 شهور، وكنت بقعد تقريبا شهر ونص اجازه. الشهر ونص الاجازه دي بتكون استعدادات للرحله اللي بعدها. فالحقيقه كانت طول حياتي ما فيهاش اي استقرار خالص. لغايه ما قعدت يعني مده في مصر هنا، قعدت 6 شهور. الاجازه دي الحقيقه انا اخذت اول مره راوند تريب كده في شرم الشيخ والغردقه، فلاحظت ان اليخوت في مصر كتيره. الحقيقه طبعا احنا في البحر والسفر، واحنا فعلا ما لناش علاقه باليخوت تماما. يعني احنا خارجين الاكاديميه في اسكندريه، احنا بندرس الدراسات البحريه المتخصصه في المراكب. فعشان كده احنا ما لناش اي علاقه باليخوت. احنا بنشوفها لكن هي كانت موضوع لغز بالنسبه لنا، مش عارفين ايه. هي معده ماشيه في البحر لكن احنا مش عارفين ايه التفاصيل بتاعتها. فلما لقيت ان في كثافه، ولقيت ان منطقه الخليج بالكامل كلها يخوت، ولقيت ان الموضوع ده خلاص هو يعني بقت زي العربيات تقريبا، او يعني مش بالكم بتاع العربيات، لكن هي حاجه قريبه انها منتشره بالكم ده. فطبعا معناها ان الكم ده معناها ان في حوادث بتحصل، في عايز تطوير فيه، عايز تاهيل للعماله اللي موجوده فيه. وكمان لاحظت ان المصريين او العرب تحديدا كلهم مش موجودين في المجال ده، والمجال ده مقتصر اصلا على الاجانب، يعني الاجانب بكل طبعا جنسياتهم. حتى في مصر هنا، في الجونه تحديدا، لقيت ان كل اليخوت الكبيره كل اللي عليها الاجانب. فلقيت ان المصريين محصورين في كل يعني في الشغل ده، في النطاق الداخلي اللي جوه مصر، في الرحلات اللي هي الثابته اللي هي شرم الشيخ والغردقه والحاجات دي. لكن ما فيش مصري كابتن على يخت، او طبعا الاحجام الكبيره بيبقى عليها يعني القبطان. ما فيش اطقم ضيافه بروفيشنال، ناس بتعمل فعلا بتقدم يعني سيرفيس كويس. ومفيش بحاره معاهم شهادات يقدروا يسافروا اي مكان في العالم. فالحقيقه قعدت يعني ده خلاني قعدت افكر شويه، لو الواحد حب يسيب السفر الطويل، يقدر يعني يدخل اي مجال يكون في نفس الكارير بتاعي، ما هوش بعيد الحقيقه.
عشان اكون الانستراكتور، انا كان احلامي طبعا ان انا مش اكون كابتن على يخت، لان اوريدي انا موجود في البحر، أنا كنت بدور على استقرار، فكان المفروض ان انا اكون الانستراكتور. فالحقيقه رحت هناك، كانوا بيدخلوني امتحانات وتدريبات عمليه خاصه باليخوت. الحقيقه لقيت ان فعلا ان في اختلاف، ان مهما كانت المعده صغيره بس ليها تكنيك مختلف. المانوفرنج اللي هي الدخول على الرصيف والخروج على الرصيف، احنا على المراكب الكبيره بيدخلنا طجات اللي هي بتزقنا على المركب، اسف على الرصيف، يعني الطجات بتزقنا على الرصيف، هي اللي بتدخلنا، وبيبقى معانا البايلوت المرشد. لكن في اليخوت لا، اليخوت لازم يكون الكابتن او القبطان بتاعها هو عارف ازاي هو اللي يدخل على الرصيف، وبعدين بيدخل في اماكن عاده بيكون متر على اليمين ومتر على الشمال، فليها احتراف معين. آم، بيمشي كوستال عادة جنب الساحل، فليه خبرة تاني مختلفة عن الخبرة بتاعتنا اللي هي عالي البحار، بيتعامل مع خطورة أعلى مننا شوية. يعني احنا في المراكب الكبيرة في خطورة في العمق، في الأعماق في البحر، لكن خطورة الساحل هي أكثر خطورة، لأن احنا بنتعامل مع شعاب مرجانية، بنتعامل مع حالات طارئة وريح ممكن يغير خط سيرنا أسرع. وكان طبعا الكابتن، لاحظت ان في اليخوت ان لازم يكون عنده فكره عن الانجن، بيتعامل مع نوعيه كلاينت معين. يعني احنا في الناقلات احنا بنتعامل مع بضاعه، بنتعامل عندي بحاره في المركب وظباط، لكن اليخوت احنا بنتعامل مع رجال اعمال، بنتعامل يعني لان في يخوت ثمنها 100 مليون دولار، في حاجات 150 مليون دولار، في حاجات 20 مليون دولار. فالاونر بتاع اليخت لازم يبقى ليه بروتوكول حتى من اطقم الضيافه اللي هي موجوده. فالموضوع لا، الموضوع لقيته ان هو ما هوش بالسهوله. احنا بتوع المراكب معتقدين، يعني معتقدينها لا، ده موضوع معقد، ليه دراسه معينه، ليه تدريبات معينه. دي خلتني اقعد 6 شهور، والست شهور دي كانوا اول حاجه هم قالوا لي انت قبطان اعالي بحار وانت عندك خبره وعلى اكبر مراكب في البحر، لكن في اليخوت احنا بنتاسف لك، انت عندنا هتبقى بتبتدي حياتك معانا، فلازم هتبتديها من الاول. فالحقيقه كنت بطلع معاهم، كانوا طبعا بيدربوني على آه، ازاي المانوفرنج ده، ازاي اليخت ده يلف في المكان بتاعه في اماكن ضيقه جدا. ده الحقيقه ما عندناش في المراكب، المراكب احجام كبيره والموضوع بتاعنا مختلف خالص. دخلت الدراسات دي ستودنت الاول، قالوا لي ما ينفعش تكون الانستراكتور على طول، انت لازم تدخل امتحانات الستودنت بتاعتنا، والستودنت دي بتتطلب من شهاده للشهاده اللي بعدها. وانا خدت 5 شهادات بتعمل 3600 ميل. ال 3600 ميل دي كانت تقريبا بتقعدني اكتر من شهر ونص في الميه. الحقيقه التدريبات كانت تدريبات صعبه شويه هناك، لان انا فاكر من الحاجات اللي هم كانوا دايما يعني بيضغطوا عليا فيها، او يعني هو طبعا هو كان المفروض الحقيقه ان هم كانوا بيمشوني جنب الرصيف، وكان الانستراكتور اللي معايا هو كان طبعا يعني هو كل اللي في الامريكان سيلينج اسوسيشن اللي انا بمثلها دلوقتي هم كلهم هم خفر الساحل الامريكيه اصلا في الاساس، وهم اللي بيدربوا يعني وهم اللي بيدربونا بره، وهم الانستراكتور بتاعنا. فطبعا حضرتك احنا بنتعامل مع حربي، فالحربي اكتر شديه شويه. فكنت بمشي جنب الرصيف، ويبقى هو معاه جيستيك، عصايه طولها متر ونص، ونفضل ماشيين، والعصايه دي لازم تكون لامسه الرصيف. لو العصايه دي اتحركت يعني فرقت 2 سم يقول لي عيد. ف... فطبعا كان لا، الموضوع ليه تكنيك مختلف، وليه فعلا كانت ابعاد يعني انا اكتشفت لا ان الموضوع معقد، ما هوش موضوع سهل، بدليل ان العرب ما هماش منتشرين فيه. وطبعا هو ليه تدريج، هو نفس التدريج بتاع المراكب. يعني انا بالنسبه لي في الدراسه قعدت ادرس 5 شهادات. ال5 شهادات تطلبت ان كل شهاده والتانيه ان انا اعمل 3600 ميل بحري، وبعدين بعد ما اخلص الستودنت الامتحانات بتاعتي واكون عديت ال 95%، ابتدي ادخل على دراسات تاني متخصصه الانستراكتور. وازاي الانستراكتور بقى هيبقى متشعب في الوقت ده. كنت الاول طالب بسمع بتعلم، وبيحطني في امتحانات. دلوقتي بقى الموضوع مختلف، الموضوع بدخل على كلاس عشان ادرس،
لمجموعه جديده ويشوفني ازاي بقدر اوصل معلومه، وتدريج المعلومات ازاي. الموضوع مش الموضوع ما هوش سهل، الموضوع طلع ان هو صعب. انا الاول كنت بشتغل قبطان على مركب، كنت بدي اوردر، لكن دلوقتي لا، الموضوع ان انا بدرس وبدرس في معلومات لناس جديده. فازاي اقدر اصيغ الشرح، ان اخد واحد من الزيرو وابتدي اديله معلومات تدريجيه. دي كانت حاجه من الحاجات المهمه جدا، ازاي اقدر اوصل معلومه بالتدريج. وطبعا كان بيمتحنوني تاني ازاي اخد نفس المجموعه دي، ازاي اطلع بيهم عملي واعلمهم نفس الحاجات اللي انا كنت بعملها ستودنت. وكانوا بيطلعوا معايا مثلا، انا كنت باخد المجموعه عشان اعلمها، فبنقعد من خمس ايام لاسبوع في الميه حسب الرحله. ودي كان ده كان التست بتاعي، ده كان الامتحان بتاعي، ازاي اقعد مع ناس لمده 7 ايام وارجع بيهم بيدخلوا امتحانات في ال5 ايام دول يحققوا درجات عاليه. معناها ان انا كده انا قدرت اوصل معلومه، قدرت اشرح الناس كويس وافهمهم كويس. فدي حاجه طبعا من الحاجات اللي انا اتعلمتها الحقيقه هناك، وكانت يعني بعيده عن البحر. والله هو الطلبه حضرتك اللي عند يعني، او الطلبه اللي موجوده عندنا بيبقى فيها في الناس اللي موجوده طبعا الرؤساء اللي هم الموجودين القدام في البحر، والناس دول على فكره ممتازين جدا، لان عندهم خبره مش موجوده بالنسبه لنا احنا في المراكب الكبيره. الرؤساء في مصر او في اي مكان، على فكره كل الخليج رؤساء يعني، مش بس مصر. لان الرحلات بتاعتهم هي رحلات ثابته. يعني احنا لو شرم الشيخ او الغردقه مرسى علم في اي مكان في مصر، في اي مكان في الخليج، هي رحلات ثابته، لان هم ما بيطلعوش رحلات دوليه. فعندهم خبره ممتازه في ازاي يقدر يعرف شكل الميه، ازاي يقدر يعرف الميه دي هتتغير امتى، البحر ممكن يعلى امتى. دي خبره مش موجوده عندنا في المراكب، لان احنا اوبن سي او ديب سي. لكن الكوستال هم الحقيقه عندهم خبره فيها كويسه. بس هو الحقيقه هو بينقصهم التكنولوجي، بينقصهم ان هو برضو محتاج ان هو يقدر يسافر، مش لازم يكون في مكانه طول الوقت يعني بيبقى انا بتخيلهم لما يكون الريس بخبرته دي كلها محصور جوه شرم الشيخ طول عمره، وما نقدرش ناخده الغردقه لانه مش حافظ، لان هم بيعتمدوا على الحفظ بس. فازاي دلوقتي انا بغير اتجاهه، بخليه من الحفظ الكامل للموضوع، لان الحفظ ده مرات على فكره ممكن تحصل البحر ملهوش كبير زي ما بيقولوا، فممكن تحصل مشكله كبيره، البحر يعلى زياده عن اللزوم، ما بيبقاش الحفظ هو الحاجه الاساسيه، وممكن تحصل كوارث. بدليل ان احنا بنسمع ان في ريس بقاله اكتر من 25 سنه في البحر، بس حصلت معاه لا قدر الله حريق ما عرفش يسيطر عليه، او لا قدر الله غرق بالناس اللي معاه. فلا، فده محتاج تاهيل بشكل معين، محتاج تاهيل بدراسه بحريه فعلا، يدرس يعني ايه نافيجيشن، يعني ايه خرائط ملاحيه، يعني ايه يرسم خط السير، يعني ايه يستعمل الرادار والجي بي اس، ويعني ايه يستعمل اتصالات، ازاي يوصل استغاثه، يعني ايه هي الاستغاثه، ازاي انا مصري بتكلم مصري عربي، ازاي ابعت استغاثه فيسمعها الهندي ويفهمها ويسمعها كل جنسيات العالم، لازم تعرفها. ففي لغه بحريه لازم هو يتعلمها، لازم يعرف الاصول فيها ازاي. فدي طبعا دي كانت مهمه ان هم يعرفوها. دي الحقيقه اللي احنا بنأهلهم، وهم بيكونوا عاده منهم جزء هم الرؤساء القدام والبحاره القدام اللي هم عندهم تطلعات ان هم يقدر يسافر اي مكان في العالم ويشتغل في اي مكان في العالم. وفي طلبه جداد عايزين يغيروا الكارير بتاعهم، يعني هو شغال في دكاتره على فكره، وفي ناس محاميين، وفي طلبه في الجامعات، هو عايز يعرف يعني ايه الدراسات البحريه، لانها الدراسات البحريه هي دايما لغز الناس. يعني احنا في المراكب طول عمرنا احنا مش موجودين، احنا بناخد، يعني انا كنت باخد شهر ونص اجازه، ف فما كنتش بلحق احتك بحد، والوقت ما كانش بيخلينا نقعد نحكي عن حياتنا وعن طبيعة شغلنا وعن سفرنا الوقت الطويل ده بيكون ازاي. فانا لاحظت ان الناس كتيرة هي شغوفة بانها تعرف يعني ايه بحر، وازاي يقدر يشتغل على اليخوت. في طبعا خريجين سياحة وفنادق هم كتير جدا جدا الحقيقة.
ممكن دلوقتي يدخلوا دراسات متخصصة في اليخوت، وتقدر البنت تتحول من خريجة سياحة وفنادق بكل أقسامها لمضيفة بحرية تقدر تسافر في أي مكان في العالم، أو إنها تشتغل جوه مصر على الأقل على اليخوت اللي في مصر بدل ما احنا بنجيب أجانب. المجال في العالم كله بتاع اليخوت هو موجود، في بنات وفي سيدات وفي شباب، لان المجال ده هو مفتوح الدراسه فيه للجنسين، لانه اكتر استقرار. يعني ممكن يكون صعب على البنت انها تكون قبطان على مركب، لان الموضوع الحياه صعبه، وبالنسبه لنا احنا العرب الموضوع اعتقد انه هو مش كل الناس هتبقى حابه ان البنت تسافر طول عمرها تفضل، اذا كان احنا الشباب واحنا بنعاني منها معاناه صعبه ما فيش اي استقرار. لكن مجال اليخوت لا، المجال مختلف، لان اليخوت هي اصلا بتشتغل في رحلات قصيره، لانها بتكون يا تبع شركات سياحه، يا اما تبع يا اما بيكون المالك هو اونر، والاونر طبيعي ده راجل بزنس مان، هو مشغول اغلب الوقت. الطلعات بتاعته على اليخت بتكون رحلات صيد، او اذا كان عازم اصحابه، او اذا كان بيعمل صفقات بتاعته، البيزنس بيدلون بتاعهم كله بيتعمل في اليخوت. فهي شغله هي اكتر استقرار. الحقيقه هو تنشيط سياحه اليخوت ده مهم جدا ان احنا نهتم بيه، لانه انت عارفه حضرتك ان هو المصدر الاساسي، يعني اعلى دخل في قطاع السياحه، لان اليخت نوعيه معينه من الناس اللي بتيجي باليخوت، حتى لو كانت هي اقل الناس، لكن هي برضه هي ناس ماديا هي اعلى من السياح اللي احنا بنجيبهم في الرحلات العاديه اللي هي التشارتر، واللي هو بيكون اول انكلوزيف في الطيران والاكل والاقامه. فاحنا بنتعامل مع الكاتيجوري بتاع السياحه اللي هو اقل حاجه، اللي هو معهوش فلوس، ومش مهتمين باقوى قطاع فيه، وهو قطاع سياحه اليخوت. لان اليخوت احنا دخولها بس من قناه السويس ده دخل لمصر في العبور، في عبور قناه السويس، ده دخل كبير. لان مفيش مركب هيعدي او اي يخت الا ما بيدفع رسوم عبور. طبيعي ان هو بعد كده ان بتستقبله المواني. دخول المينا هو بيدفع فلوس شهريه او يوميه حسب هو هيقعد قد ايه في مصر. اللي بيجي مصر ما بيدخلش على مينا واحده ومارينا واحده، يعني لو دخل على الغردقه ممكن بيروح على شرم الشيخ، ومرات بينزل على مرسى علم، فبيدخل 3 مواني. بيدفع رسوم للدوله غير على الرصيف. هو بياخد الديزل من عندنا بالسعر العالمي $1200 او $1300، فده دخل لمصر. الميه في سيرفيس كتير بيتقدم له زي الكهرباء والسبير بارتس. الخدمين اللي هم اللي هم بيقدموا خدمات لدخول اليخوت دي، طبعا مع زياده دخول اليخوت لمصر معناها ان في شباب كتير هتفتح لهم الاف فرص العمل جديده. في شركات هتفتح خدميه اللي هي ايه؟ اللي هي ممكن يبقى في التصليح، الناس بتورد قطع غيار، وممكن ناس بتورد اجهزه ملاحيه، وناس بتورد الاكل. يعني حتى الفلاح اللي في الغيط
هتكون دي الدايره الطويله بتاعته انها توصله، لان هو اليخت في الاخر ما هو الاكل ده بيوصله منين؟ كل الحاجات اللي بيشتريها بتوصلها من المحلات من الشوارع. ففي كل حاجه يعني كل الناس هتستفاد بان في تنشيط سياحه اليخوت. غير في دور مهم كبير جدا على فكره لشركات السياحه بعد كده. ما ينفعش ان احنا نعمل بس ادفرتايزنج ونجيب السايح ان هو يدخل على الموانئ المصريه من غير ما نقدم له بروجرام. او دي من الحاجات المهمه جدا ان شركات السياحه تخاطب الناس دي. هم ليهم الاماكن بتاعتهم، ازاي اقدم لهم بروجرام؟ زي مثلا اذا انت هتدخل عندي على الغردقه وهاخدك طيران لشرم الشيخ وهتروح على مرسى علم وهتنزل على القاهره تروح الاهرامات يعني يعني كمان شركات السياحه هتستفيد وهيدخل لها فلوس اعلى ما كان بيدخل لها في السائح العادي. اكيد مع زياده اليخوت لازم هيبقى في رجال اعمال اللي هتبص على استثمارات ضخمه ممكن تحطها في المجال ده. اكيد هيبقى في موانئ جديده هتتعمل كتير، لان احنا عندنا الساحل بتاعنا الحقيقه كبير. احنا عندنا بحر ابيض وعندنا بحر احمر باطوال بالشكل ده. المفروض يكون في موانئ كتير والموانئ دي المفروض انها تكون محطوطه على الخرائط. اعتقد ان الموضوع ده مهم جدا. احنا الحقيقه احنا بنحاول فيه، واحنا لينا دور مع وزاره السياحه. يعني احنا بنعمل كذا بروجكت مع وزاره السياحه. بننظم اول رحله بحريه. دي الحقيقه لسه هتاخد وقت في التنظيم بتاعها، لان دي رحله ضخمه هتلف الميديترينيان وهتطلع لغايه بحر الشمال لغايه النرويج. الحقيقه انا بتمنى عشان يعني اهم حاجه عندنا ان احنا نقدر نعمل حاجه لسياحه اليخوت في الفتره اللي جايه. اهم حاجه ان احنا ازاي هننشطها. فده الحقيقه هو محتاج برضو ان احنا مش لوحدنا، يعني كجهه لوحدها هي هتقدر تعمل حاجه. محتاجين ان احنا نعمل دعوه لكل الجهات الامنيه والجهات المحتكه بانشطه سياحه اليخوت. محتاجين ان احنا نجمع الناس دي ونشوف العقبات، ونشوف ازاي تبقى الخطوات بتتنقل سهله من جهه لجهه، ما تبقاش عاده احنا عندنا ان كل الجهات بتدي موافقات. بس الحقيقه ان رغم ان في موافقات بس بتلاقي في صعوبات في يعني في ان الورق يتنقل من جهه لجهه تاني. طبعا دي اهم حاجه عندنا، ان احنا اول حاجه ان احنا هنعمل تسهيل لدخول الناس دي. بعدين طبعا شركات السياحه، اهم حاجه شركات السياحه تعرف يعني ايه يخوت، الاماكن بتاعتها فين، تجمعات الناس دي فين، احتياجات الناس دول ايه تحديدا، ايه هو البروجرام. احنا احنا نقدر نفيد الناس بالمعلومات دي لان ده تخصص عندنا. فهم يعني هم يا ريت ان هم يبقى في يعني لقاءات معاهم عشان نقدر نقول لهم كل حاجه عن العالم ده ازاي وهو فين واحتياجاته ايه بالظبط، عشان يقدروا يقدموا بروجرام يعمل جذب للناس دي كلها. فهي الحقيقه يعني الايام اللي جايه احنا بنحاول ان احنا نجمع الناس كلها. بنحاول نعمل خطه ازاي في السنين اللي جايه الستيب الاولانيه هنقدر نعمل ايه لسياحه اليخوت ونمشيها خطوات. بس الحقيقه ده محتاج يعني محتاج ان احنا نكلم ناس كتير.